عنده مرض خطير وحالته الصحية في تدهور. ايه اللي حصل لأحمد حلمي؟ وهل فعلا السرطان رجعله من تاني؟ تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. في الساعات اللي فاتت انتشر خبر عن تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد حلمي، وانه بيعاني دلوقتي من مرض خطير ومحدش كشف عنه ولا قال تفاصيله. علشان كده الكل توقع ان السرطان رجعله من تاني، ومش حابب يكشف ولا يقول زي المرة الأولانية اللي ما صرحش بيها جمهوره غير لما لاحظوا وجود الورم في ظهره. لكن المرة دي مش حابب يقول غير لما يخلص بروتوكول العلاج بتاعه. واللي زاد قلق الجمهور انه من كام يوم كان طالع في لقاء تلفزيوني مع الاعلامي أنس بوخش، وطول الحلقة كان بيتكلم على انه كبر في السن وانه خايف يسيب اصغر اولاده يونس من غير ما يلحق يعيش معاه اكتر من كده. كمان طول الحلقة كان بيتكلم عن المرض وعينيه كلها كانت حزن، وكل التعليقات اللي كانت جاياله بتقول ان عينيه فيها حزن وان شكله بقى اكبر من سنه بكتير على غير العادة لما بيطلع في الصور والافلام. وفي ناس تانية تكهنت انه ما عندوش سرطان ولا حاجة وممكن يبقى عنده مرض تاني اخطر، والتوقع ده جه بسبب كلامه في البرنامج ونبرة اليأس اللي كان بيتكلم بيها. ده غير ان كلامه على علاقته بابنه يونس كانت كلها كلام محزن، وكان بيقول ان كان نفسه يخلف يونس وهو اصغر من كده شوية علشان يلحق يربيه ويلعب معاه، وانه خايف يموت ويسيبه وما يسيبلهوش ذكريات كفاية. علشان كده بيحاول طول الوقت انه يكون جنبه وانه ينزل لسنه علشان يقدر يحسسه بطفولته، وانه عارف معنى فقدان الاب لانه معاش مع ابوه وقت طويل وخسره في نفس عمر يونس تقريبا، وده اللي بيخليه خايف انه الزمن يعيد نفسه من تاني. الغريب كمان انه احمد بقاله فترة مختفي عن الانظار ومش بيشارك باعمال ولا افلام زي الاول، والكل كان فاكر في البداية انه مفيش حاجة مناسبة، لكن دلوقتي شايفين انه المرض هو السبب. منى زكي علشان تنهي الجدل طلعت وقالت في تصريحات صحفية انه احمد زي الفل وما فيهوش اي حاجة، لكن في ناس ما صدقتش وقالت انهم ممكن ما يكونوش حابين يعلنوا علشان ما يقلقوش الجمهور، خاصة انه احمد حلمي بعيدا تماما عن حوار الترند والشائعات، وانه اللي منزل الخبر وسائل اعلامية فنية كبيرة يعني اكيد متأكدة منه. تفتكروا فعلا الحالة الصحية لأحمد حلمي متدهورة والسرطان رجع له من تاني، ولا الموضوع إشاعة زي ما الناس بتقول؟